انسان راقي جدا، وانا باكد على كلمه راقي. السلام عليكم ورحمة الله. أول تصريح ناري من المطرب المصري تامر حسني تعليقا على الحفل العالمي للموسيقار المغربي أمين بوتشار، ويكشف عن مفاجأة له. وحفيظ دراجي: أمين بوتشار ليس مغربي ولكنه سوري الأصل، شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت محب وفخور بابن المغرب الموسيقار الكبير أمين بوتشار، فاضغط إعجاب بالفيديو وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. خرج منذ قليل علينا المطرب المصري تامر حسني وأدلى بتصريحات حول حفل أمين بوتشارد بالعالمين الجديدة، وقال: لقد تابعت الحفل وكنت سعيدا جدا بأمين بوتشارد، فهو يستحق كل الاحترام والتقدير، فهو يقدم فن راقي وجميل ويمزج بين الماضي والحاضر. وأنا عاشق للمغرب، فلم أتزوج إلا من المغرب من بسمة بوسيل، ولكن حصل خلاف بيننا وانفصلنا في النهاية. ولا أخفي عنكم سرا، فتربطني صداقة قوية مع المغربي أمين بوتشارد، ونحضر معا لحفل أسطوري وعالمي، وهيكون في دولة عربية، ولكني أحتفظ باسم البلد حتى تكون مفاجأة كبيرة. فيما دخل على الخط المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وأدلى بتصريحات صادمة حول الموسيقار المغربي أمين بوتشارد. وقال دراجي: لو بحثتم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد ويكيبيديا على جوجل، فنجد أن أمين بوتشارد ليس مغربي ولكنه سوري، والمغاربة يتاجرون باسمه، كفانا مهاترات. وفي النهاية، ما رأيك بتصريحات المعلق الجزائري حفيظ دراجي؟ وإذا كنت فخور بابن المغرب الموسيقار الكبير أمين بوتشارد، فيرجى الإعجاب بالفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.